انت دخلت الفيديو ده علشان نفسك تهاجر كندا، صح؟ بس خليني اقولك الحقيقه، كندا مش الجنه اللي بيحكوا عنها، ولو جيت من غير ما تبقى فاهم كويس ممكن تخسر فلوسك ووقتك واحلامك. قبل ما تقدم على اي ورق او تفكر تمشي خطوه واحده، الفيديو ده هيوفر عليك صدمه كبيره وهيوفر عليك وقت كتير. خلينا نبدا. اكتر حاجه بشوفها عند اي حد عاوز يجي كندا انه متخيل انه اول ما ينزل المطار هيلاقي شغل، مرتب كبير، بيت حلو، عربيه وحياه ورديه. بس الحقيقه ان اول سنتين في كندا بيبقوا اصعب سنتين في حياه اي مهاجر جديد. ليه؟ لانك هتبدا من الصفر. الشغل اللي هتلاقيه في الاول غالبا مش في مجالك، ممكن تشتغل في مطبخ او توصيل او كاشير او حاجات تانية كتير، وده طبيعي الا لو كنت محظوظ طبعا. Lucky you. وكمان المصاريف بتبقى عاليه، ايجار البيت، المواصلات، الاكل، يعني ببساطه الحياه هنا مش جنه. It's not heaven. بس برضه مش جحيم، It's not all hell. فيها الحلو والمر. لو استحملت البدايه هتشوف النتيجه بعدين. بس لو فاكر انك جاي تقبض الالاف من اول شهر يبقى محتاج تعيد حساباتك. اكتر غلطه العرب بيقعوا فيها انهم بيسمعوا كلام اي حد. في ناس بتروح تدفع لمكاتب نصب علشان المكاتب دي بتقول لهم هنطلع لك فيزا مضمونه. لكن فين الحقيقه ان مفيش حاجه اسمها فيزا مضمونه. في ناس بتخسر الاف الدولارات لمجرد انهم صدقوا اعلان على الفيسبوك. كمان في ناس بتفكر انها هتلاقي شغل بسهوله جدا اول ما تنزل المطار. كمان في ناس بتفتكر انها هتلاقي شغل بسهوله جدا في مجالهم اول ما يوصلوا، وكلهم بيفتكروا انا معايا شهاده عليا، انا مهندس، انا دكتور، انا محامي، انا محاسب. لكن الموضوع هنا محتاج خبره كنديه او معادله علشان تقدر تشتغل بالتخصص بتاعك. علشان كده بيضطروا يشتغلوا في الاول اي حاجه لحد ما يخلصوا اوراقهم. واسوأ غلطه انك تيجي كندا من غير خطه، معاك شويه فلوس صغيرين وتقول ربنا يسهل. كندا بلد لازم تجيلها جاهز. اسأل نفسك الثلاث أسئلة دول: هل معايا فلوس تكفيني 6 شهور من غير شغل؟ هل أنا مستعد أبدأ من الصفر واشتغل أي حاجة؟ هل أنا قابل إني أتعلم من أول وجديد؟ لو إجابتك لا على أي واحد فيهم يبقى الهجرة مش ليك دلوقتي. وكمان لازم تعرف إن طرق الهجرة مش واحدة، في عندنا الإكسبريس إنتري، في عندنا البروفينشال نومينال بروجرام، وفي الستادي فيزا، وكل واحد له شروط ومميزات وعيوب. مثلا الإكسبريس إنتري هو أشهرهم، زمان كان سهل جدا، دلوقتي بقى صعب وعايز درجات عالية في اللغة والخبرة. في عندنا البي ام بي، وده بيكون اسهل في اللغه. الستادي فيزا بتكون اسرع للشباب بس محتاجه مصاريف عاليه للدراسه. طيب ايه الحل انك تختار الطريق اللي يناسبك. لو شاب ولسه معاك طموح ممكن تبدا بالدراسه. Go study hard. صحيح غاليه بس بتفتح لك باب اسرع. لو عندك خبره وشهاده قويه يبقى الاكسبريس انتري ممكن يكون هو الخيار الانسب ليك، بس محتاج تستعد وتمتحن الايلتس وتجيب فيه درجات عاليه. لو عاوز طريق ارخص واسرع شوف برامج المقاطعات. في مدن صغيرة بتحتاج عمالة أكتر وبتدي فرص للهجرة، وأنا عملت فيديوهات عن الموضوع ده ممكن تشوفوها. المفتاح هنا إنك تختار الطريق اللي يمشي مع ظروفك، مش مع اللي بتسمعه من صحابك أو من مكتب نصب. أنا مش بقولك تبطل حلم، بالعكس، آلاف العرب جم كندا بنفس الظروف وابتدوا من الصفر، ودلوقتي عندهم بيوت وشغل محترم وولادهم عايشين مستقبل أحسن. الفرق بينهم وبين اللي فشلوا إنهم كانوا عارفين الصح من الأول، كانوا عارفين إن الموضوع محتاج صبر وتخطيط وإن هم يطوروا من نفسهم. كندا مش بلد مستحيلة بس محتاج اللي يكون جاد ومستعد. أنا عارف إن الفيديو ده ممكن يكون صادم للبعض، بس وفر لك الحقيقة الكاملة من غير لف ودوران. لو نفسك تيجي كندا لازم تتابع القناة دي علشان هنا هتلاقي تفاصيل كل برنامج ونصايح من تجربة حقيقية. فلو لسه ما عملتش سبسكرايب دوس عليه دلوقتي، وما تنساش تفعل الجرس. ما تسيبش حلمك يضيع علشان معلومة ناقصة. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.